لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شاهد وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بفرنسا تثير جدلا على مواقع التواصل. أثارت وفاة ريم حامد طالبة الدكتوراه المصرية التي كانت تدرس في فرنسا جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما نسب إليها من منشورات عبر حسابات التواصل الخاصة قبل وفاتها تشير إلى أنها مراقبة ومستهدفة وتحتاج إلى إبلاغ أجهزة أمنية عن خطر يهدد حياتها. وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريون بالخارج متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية التي توفيت في فرنسا مساء يوم الخميس 22 أغسطس الجاري، وهو ما جاء بعد أن أثارت وفاتها حالة من الاستياء العام بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي وظهور حزن كبير على الملايين والجميع بعد خبر رحيلها. وأثارت وفاة ريم حامد طالبة الدكتوراه المصرية التي كانت تدرس في فرنسا جدلا واسعا النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي حزنا بعد رحيلها. وسبب وفاتها كانت صادمة على الجميع. الشارع المصري بأكمله التي توفيت في ظروف غامضة. وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بفرنسا تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. إنا لله وإنا إليه راجعون.